الشخصية المسيطرة. ازاي اقدر اتعامل مع الشخصية المسيطرة؟ اول حاجة لازم افهمها، اعرف ايه الحركات بتاعتها، واعرف ازاي ارد عليها واتعامل معاها. طبعا كلنا بنقابل النمط ده من الشخصيات، سواء في الشغل في المعاملات العامة. طيب الشخصية المسيطرة بقى ايه؟ بتتعامل معايا ازاي؟ اول خطوة تبتدي تجتذبني، تبتدي تختلق مصالح كده ليا، وتحاول يعني تجر رجلي اني ابقى صديق او ابقى في صفها. طب لو الطريقة دي ما جابتش نتيجة، تبتدي تتلاعب بمشاعري، انها مثلا مرة تبقى ظريفة معايا والمرة الجاية تتعامل بعجرفة. بعد كده تبتدي بقى التصعيد، ان لما اقول حاجة تبتدي تتريق عليا، ودي برضو من الطرق يعني الشائعة كمان، خصوصا في وسط الستات، التريقة، الاستهزاء بكلامي. وفي الاخر الاساليب بقى القوية جدا بتكون التهديد. لا انا هعمل لك مشكله في شغلك، لا انا هاذيكي، لا انا هعمل كذا. طيب اول حاجه في التعامل بقى رد فعلنا يكون ايه؟ الاساس والاهم اني احافظ على هدوئي، احافظ على اعصابي وما اتهزش من طريقتها، ولا اتراجع. يعني مش اصل انا متربيه، اصل انا مش عارفه ايه فهسكت. ما يبقاش سكوتي سببه لا، يبان اني بنزل درجه. انا ما بنزلش درجه، لكن في نفس الوقت انا محتفظه بهدوئي، ومش هنجر في النقاشات مع الشخصيه دي. يعني النقاش مع الشخصيه دي في ايا كان سبب الخلاف مش هيكون ليه عائد فايده ابدا. فانا هحتفظ بهدوئي، هحتفظ باتزاني، واحط الحدود. وطالما في يعني قوانين احنا ماشيين عليها، لو احنا بنشتغل يبقى في الشغل في دي قوانين العمل وانا ملتزم بالقوانين. انا بناقش معاها القوانين، مش بناقش معاها مشاعر شخصيه. لانها ممكن تبقى انت بتعامليني كده ليه، انت بتعملي مش عارف. انا عندي شغلي، انا عندي شغلي وعندي قوانيني وانا ملتزمه بقوانيني. طالما ما تخطيتهاش وطالما ما غلطتش فيها، يبقى احنا تماما ماشيين صح. والتزم بموقفي، والتزم بحقوقي بدون تفريط وبدون رغي كتير بقى. ما بمشيش احكي واتكلم وافضل اقول كلام كتير فاغلط. انا ابقى عارفه انا عايزه ايه، عارفه موقفي واحدده بالظبط، واتمسك بيه بمنتهى الهدوء والاتزان والادب وقله الكلام. وربنا معاكم، ويلا تعاملوا مع الشخصيات المسيطرة، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.